أول شيء نحن بكل إجلال على أرواح الشهداء، على الشيخ حسن شحاتة وجميع الشهداء. وأقول يعني شوف الصورة البشعة التي يعطوها الغرب على الإسلام، يعني بين قوسين على الإسلام. وأقول شيء كان يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا سكتوا سكتنا، وإذا تكلموا حدثناهم، وإذا اعتدوا علينا حرمناهم. أنا أقول المفروض أن يعني نبوذ هذه الوهابيين، يعني المفروض أن يهدر دما العريفي وطرطور العربور وكل من يحرض على القتل، المفروض يهدر دمهم. أخي أبو الأشياء هذه يعني يقتلون يعني بهذه الطريقة يعني البشعة. أخي أبو حسن، أنت مستبصر؟ نعم. أنت مستبصر متشيع؟ مستبصر. نعم. متى تشيعت أخي أبو حسن؟ صار لي تقريبا 2 سنين. ما شاء الله، الله يوفقك، هنيئا لك ركوب سفينة النجاة. حتى لو ترتبط على يد الشيخ الحبيب حفظه الله. الله يحفظك ويحفظه إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حسن، جزيل الشكر أخي على مشاعرك هذه. أحسنت أخي. وأسباب يعني الشيعة يعني يتكاتفوا يعني يدخل لهم يعني كلمة، خاصة نحن المستبصرين في محيط البكرية، يعني نحتاج يعني أن تكون يعني كلمة الشيعة يعني قوية. نعم. يعني حتى لا يستقرب بنا يعني البكرية. نعم. ونرجع إلى التقية الذي يعني المفروض يعني الشيعة لازم يعني يساندوا يعني المستقطبين الذين متواجدين يعني في الأماكن يعني مثل شمال إفريقيا ومناطق التي لا يوجد فيها كثافة شيعية. شكرا والله يرحم الشهداء. أحسنت، رحم الله والدك، جزاك الله خير، وهنيئا لك ركوب سفينة نجاة أخي أبو حسن، وهنيئا للشهيد البطل المجاهد حسن شحاتة، وأخوه إبراهيم شحاتة، والمستبصر عمران منصور، والأخوهم الرابع الذي لا يحضرنا اسمه لحد الآن. جزاك الله خير أخي. الآن أدنى علاء من العراق، تفضل أخي علاء. السلام عليكم. السلام عليكم أخي أبو مريم. عليكم السلام ورحمة الله أخي علاء. وعد صاحب العصر والزمان باستشهاد الشيخ حسن، الله يرحمه ويرحم أخوانه ويعطيهم الجنة إن شاء الله. بس أنا أسألك أبو مريم، وين هذول الشيعة اللي موجودين في هاي القرية؟ وين راحوا؟ وين صاروا يعني؟ وين ليش ما حد نصرت؟ والله هو ما يعني أخي، هم 4 حاضرين يعني تقريبا يعني بعلاقة خاصة بيناتهم. يعني الأخ حسن المرحوم الشهيد حسن شحاتة، والمرحوم الشهيد إبراهيم شحاتة، وعمران منصور، ويعني في عائلة، يعني مو يعني ما نسوي لهم احتفالية بسيطة هكذا، وانهم عملوها هم حفل زواج متعة جماعي همين عملوا من هذا الحفل. زين. والدليل يعني دليل على كذبهم ان يعني اللي خرجوهم كل اللي موجودين في البيت هؤلاء ال4 فقط اللي قاتلين. وين الحفل الجماعي للمتعة مالتكم؟ الحمد لله والشكر. المهم جزاك الله خير أخي علاء. الله يخليك. الله يحفظك على اتصالك. الله يحفظك. أدنى الأستاذ أبو خالد من السويد، تفضل أستاذ أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أخي وأحيي مشاهدينا الكرام. حياك الله. وسأبدأ بقولي ودعواتي إلى الشهيد السعيد إن شاء الله الشيخ حسن شحاتة، أسكنه الله في جنانه، جعله مع الشهداء والصديقين. اللهم آمين. الله يا شيخنا يا بطل. أنا حقيقة لا أجد من يستحق التعزية حقيقة إلا من يعز عليه وخاصته، وحسب معلوماتي أن أهله في واد، وكان الشيخ الشهيد البطل في واد آخر. ولكن كل ما أقوله أنا أتمنى له أن أصلي على روحه الطاهر إن شاء الله. الله يرزقنا وإياكم الصلاة على روح الطاهرة عاجلا وليس آجلا. أحسنت أخي. آمين يا رب العالمين. وفي نفس الوقت أخي أبو مريم، حقيقة أهنئ الشيخ حسن شحاتة، حقيقة من كل قلبي أهنئ، لأنه كما تعلم أخي كان رحمة الله عليه كان يعيش في
في صومعة، وكانت هذه الصومعة مظلمة، ولكن الله أنجاه ونور دربه وجعله مع الشهداء. خاتمته كان شهيدا، فهنيئا إلى هذا الشيخ، حقيقة هنيئا له، إنه مات واستشهد وهو يدافع عن محمد وآل محمد عليهم جميعا أفضل الصلوات. حقيقة أخي أبو مريم، أنا أسمع من الشيخ حفظه الله وأطال الله في عمره ياسر الحبيب دائما يقول: إن قتلت أو استشهدت، وهو متأكد من ذلك. أتمنى أن لا أسمع ذلك، هذه أمنية على الشيخ لأننا نحبه حقيقة، ونقول يا شيخ من لنا. حقيقة نحن أيضا واثقون من أنفسنا، ونحن رجال ونكون إن شاء الله عند حسن ظن الشيخ وكل المؤمنين، ولكن معنى كلمة من لنا حقيقة الشيخ الذي أتيحت له هذه الفرصة وهذه المقبولية لدى الجماهير الشيعية قد لا تتكرر لشخص آخر. ومما يزيدني شرفا وافتخارا بشيعيتي بإسلامي الحقيقي أن رجلين، والثالث كان الشهيد رحمة الله عليه، قد دوخوا البكريين ودوخوا البتريين ودوخوا النواصب. هؤلاء الشخصين هما سماحة الشيخ ياسر الحبيب وسماحة الشيخ حسن الله ياري. حقيقة هؤلاء الشخصين قد هزوا عروشهم وقد انتفضوا، وهم يصرخون على القنوات الفضائية وعلى فيديوهات اليوتيوب: الشيعة انتشروا، السنة تشيعوا. نحن نفتخر بأن هؤلاء الأبطال الصناديد، ولكن في نفس الوقت نوصي الشيخ ياسر الحبيب من محبين ومن أخوة له أن يكون حذرا من هؤلاء، إنهم غدارون. نحن بحاجة إلى الشيخ ياسر الحبيب أطال الله في عمره، حقيقة ندعوه بأن يكون حذرا وأن يمشي في طريق السلامة إن شاء الله. فلا يعني لا نحبذ أن نسمع منه هذه الكلمة: إن قتلت أو استشهدت. نحن نتمنى له حسن الخاتمة إن شاء الله مع كل المؤمنين، ولكن ليست على يد هؤلاء الغدارين. وأخيرا وليس آخرا، أتمنى أن كل المؤمنين يدعون إلى الشيخ بالرحمة ويصلوا على روحه الطاهرة. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير الجزاء أخي، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحسنت أخي أبو خالد على المداخلة. أدني الأخ عبد الله من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله. وياك من هولندا. حياك الله أخي. اي نعم، حسين من هولندا. السلام عليكم. حسين ولا عبد الله؟ نعزي الأمة الشيعية وذوي الشهداء الأبرار السيد حسن شحاتة وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولا هذه ليست برجولة أو شهامة، يعني الآلاف تهجم على 4 رجال والتمثيل بالأجساد العارية، ولا تراعي حرمة الميت وحرمة الجسد. وثانيا تريدون قتل الشيعة، لماذا تأخذون الأطفال يعني معكم ظاهرين بالأفلام يعني وتساعدكم بالرفس والركل للشهداء الأبرار يعني. وثالثا يعني إن كان خوفكم وحرصكم على الدين والإسلام يا مفتيين الأزهر القرضاوي والعريفي والإخوان المسلمين والصوفيين، يعني اكتب الجهاد ضد الكبريهات في مصر وأماكن الخمرة والسياحة في تجمع اليهود شرم الشيخ والغردقة، وحارب الفساد الفاسقين من أمثال فيفي عبده وغيرهم من الممثلين. إذا تحبون الإسلام أنتم يعني ما قد ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وناشد كل شيعي يعني أن لا يسكت، وإن سكت فهو شيطان أخرس وحسابه عسير يوم القيامة أمام الله سبحانه عز وجل. ودماء الشيعة يعني برقاب كل من يسكت على هذا الظلم، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وأحب من قناة فدت يعني الطاهرة أن تنشر هذه الأفلام والصور وبعثوها لكل القنوات العالمية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، حتى تقارن ما بين يعني شنو اكو بشر موجودين هذول الوهابية السلفية، يعني الفتح الوهابية والسلفية والسنة واصحاب القلوب الجلدة يعني. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وانا لله وانا راجعون، وانا رحمة الله على القوم ولا لعنة الله على القوم الظالمين، ورحمة الله على الشيخ الشهيد حسن شحاتة واصحابه، وصبرا ان الله مع الصابرين. رحم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عندنا اتصال من حسين ونشاهد بعد ذلك فيديو آخر. السلام عليكم حسين من بغداد. حسين تسمعني؟ السلام عليكم. انقطع. شوف لنا فيديو محمد آخر
اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان السن مش على مستوى الكبير، لان مش للاسف الزاويه فيها مجموعه يعني مش هنقول كتير، ممكن تبقى حوالي 150 فرد ولا حاجه شيعه موجودين. هم تقريبا النهارده اتجمعوا في بيت الشحات علي ابو عمر، فالناس عرفت. اهل البلد طبعا احنا بقالنا فتره الموضوع ده عامل لنا دغدغه جامده جدا، لدرجه ان احنا من شهر عملنا مسيره، لان معروف الشيعة دول بيسيبوا الصحابه وبيسيبوا زوجات حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا كناس مسلمين ما نرضاش بالكلام. وللاسف الناس الموجوده بينا دول اهالينا، ولكن للاسف مكتوب عليهم. طبعا الناس جمعت بعض من البدايه، اتصلنا برئيس المجلس بس ما عملش حاجه، قال استنوا ان شاء الله هتيجي او هنعمل. فجم بعد الموضوع ده او بعد يا مسلم بساعتين الناس اتجمعت، فالبدايه طبعا هم ما رضوش يطلعوا، الناس الاهالي دخلت وحاولوا يطلعوهم، فطلعوا للاسف الشديد على ثلاجه مكتوب عليها علي ولي الله، سيدنا علي ولي الله، وكتب شيعيه موجوده جوه. اثاره الناس اكثر كانت لما محمد رمى امود بوتجاز على الناس. طبعا الموضوع اتطور، بقت في دردفه اكثر، الناس جت للاسف الشديد كانوا عايزين راس الافعى الموجوده اللي هو حسن شحاته. حسن شحاته طبعا معروف ان هو يعني ايه الراس الكبيره الموجوده. وللاسف الحمد لله احنا في من دايره. للاسف الشديد يعني الراس الكبيره الموجوده هو حسن شحاته، والناس قالت يا جماعه طلعوا لنا حسن شحاته بس. فطبعا الاهالي لما طلعت وطلعوهم بالقوه، فطلع اثنين الاول ما نعرفهمش، الثالث طلع حسن شحاته. للاسف طبعا كل الناس عشان بتغير على دينها، فالقصه كلها كانت قصه دين، مش قصه عائلات زي ما موجود عندنا، ولكن قصه دين. فقصه دين الناس كلها بلا استثناء كانت واقفه، لان كانوا جوه كمان بيقال انا الحقيقه ما شفتش، ولكن بيقال انهم كانوا بيرتبوا لاحداث 30/6. فطبعا معنى كده ان في دربكه جامده جدا بتبقى موجوده، ودي احد وسائل العنف اللي ممكن تبقى موجوده. فطبعا الاهالي طبعا تعاملوا معاهم وضربوهم ضرب جامد جدا، لدرجه انهم خدوهم لحد الاسعاف ما جت ومشوهم. وطبعا الناس اللي موجوده ناس كتير جدا اتعورت منهم هم طبعا رموا على نفسهم ورموا عليهم والدنيا كانت فيها دفاكه جامده، فيها موضوع جامد جدا. الناس كانت ما شاء الله بالالاف. اشوف المنطقه لو حضرتك تشوف منطقه صغيره او الشوارع صغيره ضيقه.